في الفيديو ده هنكمل اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، وهي المدونة اللي بتتكلم عن القهوة دي. في الفيديو ده هنبدأ بقى اللي احنا نشوف الحاجات التانية اللي في المدونة، اللي احنا نبدأ نضيف بوستات عشان نبدأ نتحكم في الشكل بتاعها. والحاجات التانية اللي زي دي. بس كان في ملحوظة صغيرة، ان المرة اللي فاتت احنا خلينا زرار الهوم ده، يعني احنا لو مثلا رحنا عند الكاتيجوري ده. حلو. لو جينا هنا ندوس الهوم هنلاقي ان الهوم مش بتودينا في حتة، على عكس اللوجو لو دوسنا عليه يودينا للهوم تاني، فعايزين نخلي الهوم دي بتودي على ال- الهوم اللي بتودي عليها بالظبط اللوجو لما بندوس عليه. هناخد اللينك بتاع اللوجو ده كوبي، اللي هو بيبقى الدومين الرئيسي بتاعنا، تمام. ونروح هنا في الداشبورد بتاعتنا، نروح للابيرنس، هنروح للمنيوز، ونخلي هنا الهوم بدل ما هو عبارة عن هاشتاج كده، هنخلي او يعني هنحط اللينك ده بالمنظر ده، ونيجي هنا نعمل سيف منيو، نيجي هنا نعمل ريفرش. حلو. هنلاحظ اللي هو هنا خلى الهوم دي هي الاكتف، يعني لو رحنا مثلا عند اي كاتيجوري تاني ودوسنا على الهوم هنلاقيه بيودي هنا على المدونة او الصفحة الرئيسية بتاعت المدونة. نيجي بقى لجزئية مهمة جدا في مدونة، وهي اللي احنا ازاي نبدأ نضيف بوستات او مقالات عشان تظهر هنا. حلو. حلو. هنروح هنا للداشبورد بتاعتنا ونروح للبوستس، نقول له هنا add new post. هيفتح الاديتور الجميل بتاعنا ده. طبعا انا مجهز اصلا مدونة او مقالة مجهزة معايا بتتكلم يعني عن اي موضوع. طبعا انا عاملها بشات جي بي تي، مفيش اي حاجة جديدة. بس الفكرة هنا اللي انا هنستعمل البلوكس هنا واحدة واحدة عشان اوريك ازاي اللي احنا ننقل المحتوى ده. يعني انا مثلا عندي هنا، عندي heading H2، تمام. ده الانترودكشن. بعد كده عندي at after. بعد كده عندي block of text عادي، مفيش حاجة جديدة. add after. بعد كده heading H2 برضو. بعد كده عندنا هنا التكست ده بالمنظر ده. طبعا انا هبدأ ان انا استعمل الكيبورد شورت كاتس عشان بس الموضوع يبقى اسرع شوية. هنا كده. نيجي هنا تاني. حلو. في حاجة مميزة هنا، اللي المرة دي اللي جاي مش هيبقى heading 2، هو هيبقى heading 3 بالمنظر ده. تمام. هنيجي هنا نضيف كده، ننزل تحت ونضيف ده بالمنظر ده. يعني مفيش هنا اي حاجة جديدة. لا، ده المفروض يبقى heading، مش عبارة عن تكست عادي. وهنا نفس الكلام. حلو. طبعا انا هختصر الفيديو عشان ما اطولش عليك في القصة دي، بس يعني هي الموضوع واحد، ده هيبقى heading 2 مش heading 3. حلو. هنفضل نضيف بالمنظر ده لحد ما اخلص المدونة كلها. حلو. هنا انا كده خلاص ضفت المقالة كلها، يعني وده يعني اللي احنا المفروض نضيفه. ممكن هنا مثلا نيجي بعد دي نضيف مثلا صورة، عشان يعني المقالة يبقى ايه، فيها شغل شوية. طبعا انا هنا منزل 4 صور ليهم علاقة بالقهوة، مثلا نختار دي، يعني نخليها بالمنظر ده شكلها لطيف. حلو. نيجي بقى في اعدادات البوست نفسها اللي احنا عايزين نعمله. هنا الكاتيجوري ممكن نختار ايه كاتيجوريز على حسب المطلوب، يعني مثلا هيلث اند كوفي، مثلا روست بروفايلز، مثلا اي حاجة تانية بقى ممكن نختار اي حاجة من الاقسام دي. التاجز لو احنا مثلا عايزين نضيف كوفي كده، او مثلا ريتش وورلد اوف كوفي، يعني التاجز دي احنا كنا اتكلمنا عليها. طبعا انا يعني طالما فاهمين فكرة التاجز فمش لازم ان انا افضل اضيف. وهنا الفيتشر ايمج دي مهمة جدا. هنختار مثلا الصورة دي. حلو بالمنظر ده. وهنا الاكسربت اللي هو التكست الصغير اللي بيبقى عن المقالة، ممكن مثلا ناخد الجزء ده كده ونحط هنا 3 نقط على اساس اللي فيه تكملة. طبعا احنا عايزين allow comments، عايزين الناس تخش تكتب comments لو يعني في يوزرز هيسجلوا. وبعد ما بنخلص خالص بنيجي هنا نقول له publish. جميل قوي الكلام ده. هنرجع للموقع بتاعنا او المدونة ونعمل ريفرش، هنلاقي ان المقالة اتضافت بالشكل ده. بس طبعا
المقالة هنا عايز يتعدل شوية في شكلها، تحديدا اللون ده الأبيض ده مش تبع لون الموقع، يعني مثلا يبقى لون بيج فاتح زي ده. تمام. هنروح هنا للكستمايزيشن ونروح عند البلوج بوست من هنا، او يعني التعديلات بتاعه البلوج بوست الواحد من هنا. تمام. وهنلاقي هنا في حاجه اسمها الكارد اوبشنز دي، لو دوسنا عليها وجينا هنا في الديزاين هنلاقي هنا الكارد باك جراوند كلر دي اللي احنا عايزين نغيرها نخليها باللون ده. يعني كده احسن بكتير وملائمه جدا مع الستايل بتاع الموقع بتاعنا. تمام. طبعا هنا بيبقى فيه شويه حاجات جنرال وكده، لو انت يعني عايز تتحكم فيها. مثلا بيبقى فيه هنا زرار ريد مور لو انت عايز تضيفه، يعني انا شايف شكله ظريف شويه، مع ان اللي فيه ناس بتحب الشكل الكلاسيك اللي هي ما بتحبش مثلا يبقى فيه هنا، ما بتحبش يبقى فيه ريد مور. وهنا عندنا مثلا في ديفايدر، بس يعني شكله ملوش لازمه او مش معبر قوي. بس يعني انا ممكن اسيب الزرار بتاع ريد مور، يعني شكله لذيذ ومدي حجم كويس للبلوج بوست دي. وهنا نقول له هنا ببلش. تمام كده ممكن نروح للبلوج بوست نفسها او المقالة اللي احنا عملناها ندوس عليها. ده شكلها من جوه، يعني نفس الشكل اللي احنا عملناه تقريبا في الايديتور جوه، هو نفسه اللي هنا، مفيش اي حاجة جديدة. بس في مشكلة ممكن تواجه الناس الصغار اللي بتقرا المقالة دي، وهي ان الخلفية تحسها سايحة على الكلام شوية، فالقراية نوعا ما صعبة. فاحنا عايزين نغير الباك جراوند اللي موجودة هنا عشان الموضوع يبقى اسهل. هنروح عند الكاستمايزيشن ونخش هنا على البوست نفسه. حلو. هنروح هنا عند الاعدادات بتاعته هو نفسه هندوس عليه. طبعا هو يودينا عند البوست تايتل، احنا عايزين نخرج نروح عند السنجل بوست عامة اللي احنا بنخش لها من هنا في البوست تايبس بلوج بوست، وهنا السنجل بوست. لو دوسنا عليه ورحنا هنا عند الديزاين هنلاقي اللي فيه هنا بيج باك جراوند. حلو. لو دوسنا عليها ممكن نخليها ابيض باللون ده. ايه فكرة الابيض؟ فكرة الابيض اللي هو بيساعد شوية ان التكست نفسه يبقى مقري، يعني كده في فرق. لو جينا هنا نعمل ببلش وجينا هنا في الموقع نفسه، بص لما اعمل ريفرش هيبقى في فرق شويه، هيساعد الناس اللي هي تعرف تقرا بشكل احسن. بص لما اعمل ريفرش اللون الابيض هنا بيساعد بنسبه كبيره جدا ان التكست نفسه يبقى مقري. يعني دي حاجه ممكن ايه تفيد الناس اللي جايه تزور الموقع وتستفيد من المعلومات اللي فيه. تمام. انا شايف البلوج بوست لحد دلوقتي كويسه، مفيهاش اي حاجه. ممكن ان احنا مثلا نحط شويه تعديلات. نروح للتايتل نفسه. ممكن هنا مثلا نضيف البريك كرامز اللي هي مثلا بتقول لليوزر اللي هو في الهوم دخل للكاتيجوري ده ودخل للبوست ده. تمام. يعني بتبقى اضافه لذيذه ممكن اللي احنا نستعملها. وهنا بيبقى فيه بقى شويه حاجات في السنجل بوست سيتنجز عامه، اللي احنا ممكن مثلا نحط الشير بوكس لو حد عايز يعمل شير للمقاله دي على اي وسيله تواصل اجتماعي. ممكن ان احنا نحط الفيتشر ايمج. هنلاحظ ان الفيتشر ايمج مش محطوطه هنا. لو جينا مثلا قلنا هنا الفيتشر ايمج هنلاقي الصوره بتاعتنا اتضافت. ممكن مثلا نحط الاوثر بوكس، مين الاوثر اللي كتب الكلام ده. بس طبعا دي لسه هنعدلها عشان نفهم هي شغاله ازاي. وهنا في حاجه كمان اسمها الريليتد بوست، دي هتظهر لما نضيف كذا مقاله كمان بنفس الكاتيجوري، هتظهر في غالبا تحت هنا في الجزء ده. تمام. ولما بنخلص بنقول له هنا ببلش ونيجي هنا نعمل ريفرش هنلاقي كل التعديلات بتاعتنا ظهرت بالشكل ده. طبعا انا سريعا هوقف الفيديو، هضيف تقريبا 3 او 4 مقالات كمان عشان يعني الموقع يبدأ شكله يبان شوية، ونرجع نكمل تاني. حلو. نيجي نكمل الشغل بتاعنا هنلاقي اللي انا ما عملتش حاجات كتير قوي. كل اللي انا عملته اللي انا خدت من المقالة دي كوبي، عملت لها بيست بيست بيست، بقوا 3 مقالات كمان يعني بصور مختلفة، بس المحتوى هو نفسه، مفيش اي حاجه جديده. بس هنلاحظ هنا اللي في حاجه جديده ظهرت وهي الريليتد بوست دي اللي انا قلت عليها، اللي احنا لو قلدنا او مثلا حطينا 2 مقاله في نفس الكاتيجوري بيبقوا ريليتد مع بعض. حلو. بس طبعا الشكل الريليتد ده عايز يتغير، الباك جراوند بتاعته. فتعالوا نروح عند الكاستمايزيشن ونعمل هنا ريفرش عشان نلاقي الريليتد بوست. نروح مثلا هنا وننزل هنلاقي الريليتد بوست. طبعا احنا عايزين بس نغير الديزاين بتاعها ما يبقاش بالشكل ده. الكونتينر باك جراوند هو ده نخليه باللون البيج.
يعني كده شكله احسن بكتير. وممكن نخلي اللي هنا الفونت بدل ما هو باللون ده نخليه مثلا باللون ده كده، بيبقى شكله احسن بكتير. تمام كده بنفس الهوية بتاعة الموقع. نيجي هنا نعمل ببلش، نيجي هنا نعمل ريفرش، هنلاقي الشكل اتغير بقى بالمنظر ده. طبعا كده الكلام ده ممتاز جدا. بس في حاجة أكيد حد لاحظها، اللي أنا دايما عشان أطلع أروح للهوم بيج لازم اللي أنا كل شوية أفضل أطلع فوق كده بالمنظر ده، يعني بتبقى حاجة مش أحسن استخدام. تحديدا لو المقالة بقى طويلة وأنت عمال بتنزل، وعشان تطلع للمنيو لازم تفضل تطلع كده. فعشان كده احنا هنضيف تو اوبشنز حلوين، وهم لو جينا هنا للكستمايزيشن، جينا للهيدر، هنلاقي في حاجة اسمها هنا سكرول تو توب. دي بتعمل ايه؟ بتضيف الزرار ده. طبعا هو مش ظاهر، يعني هو هنا عايز بس السيتنجز بتاعته تتغير شوية. نغير في الديزاين، نخليه باللون ده. ظهر هنا اهو بقى ده الشكل بتاعه. ولما نيجي نعمل هنا مثلا هافر بيبقى بلون اغمق شوية. حلو. ايه لازمة الزرار ده؟ لازمة الزرار ده بالظبط اللي احنا هنعمله، هنيجي هنا نعمل ريفرش وننزل. بدل ما انا ما اقعد اطلع فوق بالماوس كده، ممكن ان انا اروح دايس عليه على طول، هيطلع معانا بالطريقة دي. حلو كده احنا يعتبر ضفنا البوستات، ظبطنا شكلها من جوه، عملنا اغلب الحاجات المطلوبة في المدونة. ممكن بقى اللي احنا نشوف حاجات تانية مثلا زي السايد بار ده نعدل عليه، نعدل الويدجتس دي تحديدا عشان يعني شكلها مش اظرف حاجة. هنروح هنا للداشبورد بتاعتنا، نروح للابيرنس ونروح للويدجتس، ونيجي عند المين سايد بار. طبعا السيرش ده عايز يتغير كله، يعني نكتب هنا سيرش عادي. تمام ونكتب هنا سيرش. ممكن نسيب الريسنت بوستس بس نخليها H3 بدل ما هي ما H2. الريسنت كومنتس بصراحة أنا مش يعني مفضلش اللي هي تضاف، بشيلها هي والاركايفز، يعني ملهمش لازمة أوي. الكاتيجوريز ممكن نسيبها. حلو بالمنظر ده. طبعا هنا كان في صورة، ممكن ان احنا نختار اي صورة، وليكن الصورة دي مثلا شكلها كويس. وهنا نشيل اليوتيوب، وهنا نخلي التايتل ده ممكن نمسحه ونضيف واحد بداله. هنا add before، هنا categories، او يعني نكتب هنا share. حلو. ونخليه heading، ونخليه H3 بالمنظر ده. طبعا الايكونز دي ممكن نكبرها شوية ونخليها كده. تمام كده شكلها بقى احسن. تعالوا كده نروح للهوم بيج تاني، نعمل ريفرش، يعني الشكل احسن بكتير. حلو. ممكن نجرب حاجه كمان، نجرب صفحه السيرش نفسها لما بنيجي نبحث عنها بتبقى عامله ازاي. وليكن مثلا هنكتب هنا كافي، تشوف ايه هي النتائج اللي هتحصل. طبعا السيرش ده هو بالظبط السيرش ده، يعني ممكن ان احنا ندوس كده ونجرب هنا نكتب كافي. طبعا بيبقى فيه ايجكس لودر هنا، ده اللي بيجيب لنا البوستس على طول من غير ما ندوس سيرش. بس احنا نجرب ندوس نشوف صفحة السيرش نفسها عاملة ازاي. تمام بتظهر بالشكل ده. طبعا اكيد انت لاحظت ايه المشكلة. المشكلة هنا اللي الشكل ده، اللون الابيض ده مش تبع الالوان بتاعتنا. فتعالوا نروح للكستمايزيشن، ونروح هنا في البيجز، هنروح للسيرش بيج. بس طبعا يعني لازم نعمل هنا سيرش عشان نشوف التغييرات دي على ارض الواقع بتبقى عاملة ازاي. حلو تمام. هنروح هنا للكارد اوبشنز، نروح للديزاين، والكارد هنا باك جراوند هنختار اللون ده. يعني كده ده اللون بتاعنا، انا شايف ان ده لون مناسب للشكل بتاعنا. حلو. ونقول له هنا بابلش، ونيجي هنا نعمل ريفرش. تمام الشكل كده مناسب وشكله احسن بكتير. حلو كده احنا ظبطنا السايد بار. بس في حاجة هنا، الاربع بوستات، البوست الزيادة ده يعني سايب مساحة بيضة هنا، مش احسن حاجة. فانا شايف اللي احنا ممكن نخلي في الهوم بيج في باجينيشن، وفي نفس الوقت اخرها اللي هي تظهر 3 مقالات بس. تعالوا كده نروح عند الكاستمايز ونشوف ازاي ممكن نعمل حاجة زي دي. هنروح للهوم بيج، هنروح عند البلوج بوستس، هنقول له هنا اللي احنا في الاخر 3 بس. هيظهر لنا 3 بس، وهيبقى فيه هنا اوتوماتيك باجينيشن للبوستات، يعني بيبقى شكلها احسن. هنيجي هنا نعمل ببلش، ونيجي هنا نعمل ريفرش. الشكل كده هيبقى احسن بكتير. ولو جينا هنا مثلا ندوس نيكست يودينا على الصفحة التانية، هيورينا باقي المقالات اللي هنا. انا شايف اللي في الجزء ده
كان كفاية جدًا، المفروض هيبقى في جزء كمان تالت هنعمل فيه شوية تعديلات وشوية تغييرات على الشكل ونكمّل باقي الfooter ونشوف باقي الحاجات اللي ممكن يعني تساعدنا وتدّي شكل أحسن للمدوّنة دي وبس، وبكده هتبقى عملت مدوّنة كاملة من الصفر من 3 بوستات بس. وهنكمّل كمان نشوف إزاي اللي إحنا نضبّط الcommanding system اللي هو بيبيّنها، نجرّب اللي إحنا نعمل comments ونشوف الشكل بيبقى عامل إزاي، ونجرّب اللي إحنا هنا نحُط brief عن الadmin ونشوف الحاجات دي ممكن يبقى شكلها أحسن إزاي.